طيب الله أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، معكم فيها شابر آية والمسهل بأهم وأبرز العناوين. حول الأسماك في المياه العذبة بالقاش بركة. افتتاح مكتبة رقمية في مدينة كرن. رئيس وزراء الصين يشيد بعلاقات بلاده مع بريطانيا. قتلى في حريق بدار لرعاية المسنين في اليمن. ونوع نادر من ظاهرة خسوف القمر. مرحبا بكم. أعلنت وزارة الزراعة عن تطعيم أكثر من 4 ملايين رأس من الماشية في العام 2017، وذلك في إطار أنشطة التطعيم الواسعة المنتظمة على مستوى البلاد. وصرح مسؤول فرع صحة الحيوان والنبات في الوزارة السيد فاروق محرتاب لوكالة الأنباء إيرنا بأن عملية التطعيم قدمت لكافة أنواع الماشية، مشيرا إلى تطعيم 1.5 ملايين من رؤوس الماشية ضد مرض الطاعون البقر، والتطعيم العام ل 2.1 مليون، وتقديم التطعيم الطارئ ل 278 ألف، والدوري ل 266 ألف من الدجاج. وأشار السيد فاروقي إلى ظهور مرض جدري الأوقار الذي يصيب الماشية والماعز والأغنام وأمراض الدم وأمراض ظاهرية وباطنية في العام الماضي، لكن وبفضل عملية التطعيم الواسعة تمت السيطرة عليها. وأكد بأن نسبة وفيات المواشي المصابة بالأمراض البالغ عددها 670 ألف كانت 1.5%. وذكر بأن داء المرسلات وداء السل من الأمراض التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، مشيرا إلى أنها ليست ظاهرة مقلقة في بلادنا، ولكن تعطي أهمية كبيرة من خلال الأنشطة الجارية لضمان صحة المواشي. وقال السيد فاروقي إن تطعيم المواشي ينتشر بشكل واسع في البلاد، لكن هناك أيضا تحديات تواجه في تسهيل البرنامج، من ضمنها ترحال المواشي وتدني وعي وفهم المزارعين والرعاة وعدم الحضور في المكان والزمان المذكور. كما أوضح أيضا عن وجود أكثر من 70 من العيادات البيطرية في البلاد تلعب دورا كبيرا في إنجاح البرامج الجارية لضمان صحة المواشي والتطعيم الجاري ضد داء الكلاب. وفي الختام ذكر السيد فاروقي المزارعين للذهاب إلى العيادات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة لتلقي الأدوية اللازمة لمواشيهم، وعدم شراء أدوية لا يعرفون تاريخ إصدارها أو انتهاء صلاحيتها، بالإضافة إلى الأدوية العابرة للحدود بطريقة غير قانونية والتي تسبب أضرارا بالغة للحيوان. عقدت في 30 من يناير الماضي في مدينة بارنتو ورشة عمل حول كيفية الاستفادة من إنتاج الأسماك في المياه العذبة بالسدود الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بإقليم القاش بركة، من خلال تقييم الأعمال الجارية في هذا المجال منذ العام 2008. وقدم المدير العام لقسم الزراعة والأراضي في الإقليم السيد أبو بكر عثمان كلمة ذكر فيها بأن إنتاج وصيد الأسماك في الإقليم بدأ مع بناء سدود بمستوى منخفض، مشيرا إلى إمكانية الاهتمام بإنتاج الأسماك لتلبية طلبات السكان في الوقت الحالي نظرا للثروات المائية المخزنة في الإقليم، وكذلك أيضا الاستفادة الجيدة واللازمة من تلك الثروات. كما قدم مسؤول الثروة البحرية في الإقليم السيد مكنن قرماي توضيحا مسهبا حول الأنشطة الجارية في الإقليم، موضحا بأنهم قاموا بتنمية الأسماك المختارة المعروفة بأسماك المياه العذبة في سدود قرست وفام قراوي وسمو وبادميت وكركبة ومغلو، فيما توجد أسماك نمت بشكل طبيعي، مشيرا إلى النمو الجيد لتلك الأسماك. كما أشار إلى صيد 1800 كيلوغرام من الأسماك من 3 سدود بداية من العام 2009 وحتى العام 2017، مما يساعد على تقدير الإنتاج الضخم الذي يمكن الحصول عليه. من جانبهم قدم خبراء الثروة البحرية أوراق بحثية حول تنمية الأسماك في المياه العذبة بإريتريا وأهميتها، بالإضافة إلى طرق إدارة الثروة السمكية. وأوضح وفق الأوراق المقدمة بأن برنامج توسيع وإنتاج أسماك المياه العذبة يرتبط مع البرامج الوطنية الجارية لضمان الأمن الغذائي وتعزيز برامج التغذية السليمة. كما ذكر في الورشة إلى أن الأعمال الجارية لإدخال وسائل تساعد السكان القاطنين في أطراف السدود على صيد الأسماك، إضافة إلى الأنشطة الزراعية الجارية في الإقليم، تسير بصورة جيدة.
وفي الكلمة الختامية التي ألقاها حاكم الإقليم السيد فستهية هيلي دعا فيها فرع الثروة البحرية في الإقليم للعمل من خلال خبرائه على الاستغلال الجيد لفرص تنمية وصيد الأسماك في المناطق التي توجد فيها السدود الكبيرة. بدأت المكتبة العامة في مدينة كرن في تقديم خدمات القراءة الرقمية بما في ذلك قراءة الكتب السرية القديمة مستعينة بالتقنية الحديثة. وحضر مراسم الافتتاح الذي جرى في 31 من يناير المنصرم حاكم إقليم عنسبة السيد علي محمود ومدير مديرية كرن السيد إزقداويت ومسؤولي الأقسام والضيوف المدعوين. وقالت مسؤولة المكتبة العامة في المدينة السيدة السير برهي إن المكتبة العامة التي بدأت نشاطها رسميا في العام 2002 بمختلف الكتب المقدمة من جامعة أسمرة وجمعية الكتب الوطنية وغيرهم من الشركاء باتت خدماتها تتطور وتتوسع من فترة لأخرى. وذكرت السيدة السير بأن المكتبة الرقمية المفتوحة حديثا هي مواصلة للجهود المنسقة الجارية لتلبية طلبات القراء بشكل تدريجي منوها إلى ضرورة استمرار دعم وتعاون الجهات المعنية. وأوضح الأعضاء والمستفيدون من المكتبة بأن إيجابيات الخدمات الرقمية تكمن في تحميل الكتب على الجوالات واللوحات الإلكترونية لتسهيل القراءة سواء في المنزل أو في أي مكان آخر، إضافة إلى تقديم الخدمات النشطة وعدم التزاحم في المكتبة. فاصلون ثم الأخبار على الصعيد العالمي. قال رئيس الوزراء الصيني لي كيتشانغ إن علاقات بلاده مع بريطانيا ستظل كما هي بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. وأدلى لي بهذه التصريحات في الوقت الذي تواصل فيه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي زيارة الصين ل3 أيام، والتي تهدف إلى التوقيع خلالها على صفقات تصل قيمتها إلى 9 مليار جنيه استرليني. هذا وتحول بريطانيا إعادة طرح نفسها كشريك تجاري دولي بعد أن أجرت استفتاء عام 2016 جاءت نتيجته لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. إلا أن خروج بريطانيا من الاتحاد لم يقلق بكين حتى في الوقت الذي تأمل فيه لندن في التوقيع على اتفاق للتجارة الحرة مع الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ورغم أن مصادر دبلوماسية قالت إن الصين عبرت عن استعدادها لإجراء محادثات بشأن اتفاق تجارة حرة في المستقبل، إلا أن المحادثات الرسمية بهذا الصدد لا يمكن أن تبدأ إلا بعد الانسحاب الرسمي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمقرر العام المقبل. قالت الشرطة إن 11 شخصا قتلوا بينما نجا 5 من حريق بمنشأة لرعاية كبار السن في شمال اليابان. وأضافت أن سبب الحريق الذي اندلع في مدينة سابورو على جزيرة هوكايدو لا يزال قيد التحقيق. وبثت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية لقطات تظهر أرسنة اللهب وقد ابتلعت المبنى المؤلف من 3 طوابق والذي كانت تحيط به أقوام من الثلج. وذكرت الشرطة أن 3 من الناجين يخضعون للعلاج في المستشفى لكن حالاتهم ليست خطيرة. وقالت الهيئة إن المنشأة تديرها مؤسسة في سابورو تساعد من يحصلون على دعم اجتماعي بتوفير الطعام ومحاولة إيجاد وظائف لهم. شهد الآلاف في غرب أمريكا الشمالية وحول العالم نوعا نادرا من خسوف القمر يطلق عليه القمر الأزرق الدموي العملاق. ومثل ما هو الحال في كل خسوف كلي للقمر تلقي الأرض بظلال حمراء مظلمة على وجه القمر، ومن هنا جاء تسمية القمر الدموي. لكن عاملين آخرين اجتمعا لتحويل هذه الظاهرة تحديدا إلى حدث استثنائي. ويجمع الحدث النادر 3 ظواهر للقمر في وقت متزامن تمام البدر مع خسوف كلي للقمر ووجوده على أقرب مسافة له من الأرض. وقد يمكن مشاهدة الظاهرة في أستراليا وآسيا وبعض المناطق في الولايات المتحدة وشرق أوروبا. وفي العاصمة الصينية بيجينغ احتشد المئات في القبة السماوية عند القصق لمشاهدة الظاهرة التي لم يشهدها الصينيون منذ أكثر من 150 عاما. انطلق صاروخ من طراز فالكون 9 تابع لشركة سبيس إكس من ولاية فلوريدا الأمريكية يوم الأربعاء الماضي حاملا قمرا صناعيا للاتصالات أنتجته لوكسمبورغ ضمن خطة لتوسيع مجال المراقبة لحلف الشمال الأطلسي وتعزيز قدرته على ردع الهجمات الإلكترونية على بلدان الحلف. وأطلق صاروخ من قاعدة كيب كانافيرال التابعة لسلاح الجو الأمريكي بعد تأجيل الرحلة ل 24 ساعة بسبب خلل فني. ويعد هذا
أو يعد هذا الصاروخ ثاني صاروخ تطلقه شركة سبيس إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك هذا العام، ويجري الإطلاق قبل أسبوع من الموعد المقرر لقيام الشركة ومقرها كاليفورنيا بإجراء الاختبار الأول المرتقب للصاروخ فالكون هيفي الأكبر حجما والأكثر قوة من الصاروخ فالكون 9. ويأتي أمر الاتصالات الجديد في إطار مشروع مشترك بين حكومة لوكسمبورغ وشركة خاصة للاتصالات بهدف الوفاء بالتزامات البلاد الدفاعية المتنامية تجاه حلف الأطلسي. نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة.